اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد في بودكاست سنت. الا كنتي انتي من الناس اللي ما تعرفوش ينظموا وقتهم، كتجي تنعسي في الليل وكتلقاي راسك ما درتي والو في نهارك، هذا الفيديو ليك. كلنا كنقولوا ما عندناش الوقت باش نديروا الرياضه، باش ندير هادي، ولكن ما عارفيش انه الوقت حنا اللي كنتحكموا فيه. مثلا انا دابا كنسجل لكم هاد لا فيديو، انا اللي بغيت. انا نهار الحد ما كنخدمش، ما كندير والو، حيت سيمانه كامله خدامه، ماشي ما فيا ما نخدم، ولكن داك النهار اختاريت باش نرتاح فيه. دونك اي حاجه كتعطيها وقت الا كتكون من الاولويات ديالي، يعني ماشي ما عنديش ليها الوقت. اذا هذه هي العقليه اللي خاصك تمشي بها. بغيتي ديري واحد الحاجه غتخصصي ليها وقت، حيت هذيك الحاجه مهمه ومن الاولويات ديالك. هذه هي العقليه اللي خاص تكون عندنا باش نقدروا ننظموا وقتنا وننظموا حياتنا. ثاني حاجه، حاولي ما امكن تخلصي من اي حاجه كتضيع لك وقتك، بحال مواقع التواصل الاجتماعي. بحال مثلا كتكوني كديري شي حاجه حتى كتجيك شي موتيفيكاسيون وكتمشي معاها وكتنسي داكشي اللي كنتي كديري. داكشي علاش حاولي ما امكن فاش تكوني كديري شي حاجه ديزاكتيفي الموتيفيكاسيون، ساهله. اولا خصصي وقت، راه كاينين عندنا في التليفون بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي تقدري تخصصي بهم وقت لمواقع التواصل الاجتماعي، باش هكا ما يضيعوش لك وقتك وما يشتتوش لك التركيز ديالك. وإلا حتى كانوا عندك شي صحاب من النوع اللي فيهم فين ما ترشق ليهم يجي يقولوا لك يلا نخرجوا، عرفتي شنو غديري؟ اول حاجه غديريها الصحاب غتخرجيهم من حياتك، حيت الصحاب والناس اللي ما كيشجعوكش ويزيدوا بك القدام ما عندك ما ديري بهم. ثالث حاجه، انا كل نهار قبل ما نعس كنكتب تو ليست ديالي، المهام اللي خاصني ندير الغد. انا كنكتبهم في هاد لابليكاسيون وانت كتبيهم فين ما بغيتي. المهم فاش كتكتبي لي المهام حاولي تبدي لي من المهم الصعبه حتى للحاجه السهله. داكشي اللي مهم خاصك ديري هو اللي ديري ليه في الاول، وكاع المهام اللي عندك حاولي تخصصي ليهم وقت على حسب واحد القاعده سميتها التايم انبوكسين. غادي تحاولي كل مهام عندك تعطيها وقت. بحال دابا انا غدا عندي تصوير ديال فيديو جيسي كنصور وكنمونطي هذيك الساعه، يعني في 6 سوايع ولا 7 سوايع لو ماكسيموم كنعطيه وقت. من بعد عندي خاصني نكتب واحد لو سكريبت ديال فيديو كندير ليه ساعتين. هاد الطريقه هي اللي كتخلي ماشي اي حاجه تاخذ لك اكثر من الوقت ديالها، ماشي باغا ديري واحد الحاجه في 4 سوايع كتسقي ديرها في النهار كامل. رابع حاجه وهذه اهم حاجه بالنسبه لي، الا ما درتيهاش ما غاديش ينجح لك هادشي كامل، وهي الانضباط. الا ما كنتيش منضبطه ما عمرك تقدري تزيدي لقدام في حياتك. ما تبقيش تاجلي الحاجه، باغي تبداي واحد الحاجه بديها اليوم، راه صعيبه غير البدايه، من بعد كل شيء سهل والله العظيم. خاصك تكوني قاصحه مع راسك وحمي وقتك، حيت راه هذاك هو اغلى حاجه عندك. خبارك الوقت راه غلى من الالماس، غلى من الذهب، غلى من اي حاجه في هذه الدنيا. واش واعيه انه اي ساعه مشات مستحيل تعاود ترجع؟ واش واعيه بهذه القضيه؟ داكشي علاش ما تبقايش تضيعيها في التفاهات. الا قلتي باغا ندير واحد الحاجه مع الربعه وديريها مع الربعه، ما تخلي حتى حاجه تلهيك عليها وتقولي حتى الغدا حتى الاثنين حتى لهذا، حيت هذاك راه وقتك اللي كيمشي وما رداش ليه البال. وفيقي شويه وزيري معانا. وإلا بغيتي يسالي العام وتلقاي راسك عاوتاني ما درتي حتى شي حاجه، زيري راسك باش هكا يسالي العام وتلقاي على الاقل وصلتي لواحد النص من الاهداف ديالك. وإلا وصلتي حتى لهنا شكرا بزاف على الاهتمام ديالك، وما تنسيش تفعلي معك دالك الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله، ونشوفك في الفيديو الجاي.